أهلا بكم سادتي. الساعة 8 بتوقيت أريتريا المحلي اليوم الأربعاء. البداية نقرأ الأخبار الداخلية. عقد وزير الزراعة السيد رفايني برهي سيمينارا لمناديب مديريات من دفرة وعالدخالة ودباربة وماي ميني وإمن حيلي بالإقليم الجنوبي، وذلك للدفع بالأنشطة الزراعية وتحقيق سياسة الأمن الغذائي. وشدد الوزير الرفايني في السيمينار الذي عقده في 26 من يونيو بمدينة مندفرة على أهمية العمل المنسق لتطوير الزراعة، مؤكدا بأن برامج حماية التربة وحفظ المياه تأتي في أولوية أعمال تطوير قطاع الزراعة. وذكر بأن تغيير الأنواع الزراعية يساهم في تخصيب التربة ومكافحة الآفات الزراعية، داعيا المزارعين للتركيز في المحاصيل النقدية إلى جانب زراعة الذرة الرفيعة. وأشار إلى منح الاهتمام لرفع إنتاج الألبان والخضر والعسل والبيض، مشيدا بالإنتاج الجيد للألبان في الإقليم الجنوبي. وحث المجتمعون على ضرورة توفير شتول التين الشوكي، وذلك لنتائجه الفاعلة في عملية التشجير في الجبال الجرداء لمكافحة عملية التصحر. وأوضح وزير الزراعة السيد رفايني برهي بأن الجهود الجارية لحل النقص في القدرات البشرية والأدوية البيطرية والسماد والبذور المحسنة على مراحل تحقق نتائج جيدة، داعيا المزارعين لزيادة جهودهم. قال حاكم إقليم عنسبة السيد قرقيس قرماي أن تنفيذ البرامج الموضوعة بشكل مدروس ومخطط يساهم في زيادة الإنتاج. وتفقد لدى زيارته مديريتي هابرو وحمل مالو خزانات المياه المزمع تشييدها على ضفاف نهر عنسبة والأراضي التي يمكن تنميتها أسفل الخزانات وأشجار الهشاب في منطقة جنقربا بمديرية حمل مالو وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وأوضح بأن المشاريع الزراعية التي تنفذ في إقليم عنسبة تحقق نتائج جيدة، مشددا على أهمية تحقيق سياسة الأمن الغذائي، وأهاب على ضرورة الاستفادة المثلى من المواد الطبيعية وتسخيرها لمصلحة الشعب والوطن. وأوضح مسؤول وزارة الزراعة بإقليم عنسبة السيد الأمين الطاهر من جانبه أن الجهود تبذل للانتقال من الزراعة المطرية إلى الزراعة المروية، مؤكدا على الأوضاع الجيدة لأشجار المانجو والموز المزروعة في مشروع فيزا الزراعي. يقوم سكان منطقة دعرو غاولوس بالتعاون مع إدارة الإقليم الأوسط بصيانة سد القرية الذي خرج عن الخدمة منذ فترة يقارب 27 عاما. وقال عمدة القرية السيد جبر هوت رزاني وعضو مجلس الإقليم الأوسط السيد الركبة جبر زقابيهير أن صيانة السد سيساهم في حل النقص في المياه. وذكرت كل من السيدة زينب حندوب والشاب سمير عبدو من السكان أنهم كانوا يعانون من انعدام مصدر مياه بديل بعد انهيار السد، مؤكدين بأن مشكلتهم ستحل قريبا بعد إعادة بناء السد. وقال مدير ضحية الدعرو غاولوس السيد تولد متهن دبساي أن مشكلة نقص المياه ستنتهي تماما مع بناء السد، موضحا عن مشاركة حوالي 400 شخص يوميا في العمل لإنجاز بناء السد في أسرع وقت ممكن. وأفاد خبير تطوير السدود بمكتب وزارة الزراعة بالإقليم الأوسط السيد بنيام هايلي أن السد الذي يبنى بنمط وتصميم جيد وبشكل موسع يساهم في توفير المياه وري المزارع. قامت جمعية معاقي الحرب بتأهيل 120 من أعضائها بتوزيع محركات ضخ المياه في إطار جهود إيجاد مصدر الدخل للمعاقين. وقال رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو في مراسم توزيع محركات الضخ في 25 من يونيو أن الجمعية قامت بتأهيل الكثير من المعاقين بدراسة الخيارات والقدرات، مشيرا إلى تقديم الجمعية 500 محرك ضخ عبر القروض الميسرة حتى الآن. وذكرت السيدة إسكالو تولد برهان والسيد سقاي هبت جابر الذين تلقوا الدعم أن الفرصة التي حصل عليها ستساعدهم في تحسين حياتهم المعيشية. وأوضح السيد حامد إدريس علي من بلدة غونيه ستستفيد من الدعم المقدم من قبل الحكومة للمعاقين. ودعا رئيس جمعية معاقي حرب الأستاذ جبر برهان على استخدام الوسائل الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي. خرجت مدرسة وينا الفنية الموجودة في مدينة نقفة
190 طالبا بدرجة الشهادة بعد الدراسة لمدة عامين في مجال المكنكة وعلوم الخرائط والكهرباء والبناء والنجارة والمساحة والتخطيط. وقال مدير المدرسة الأستاذ قال أب زرقو أن مدرسة وينا الفنية التي ساهمت بدور كبير لتنمية القدرات البشرية في مرحلة النضال تقوم بعد الاستقلال أيضا بدور كبير لتخريج مواطنين متسلحين بالمهن والمعرفة، حيث خرجت حتى الآن أكثر من 2000 طالب. وذكر مسؤول إعداد المناهج في وزارة التعليم السيد جرماي ستيفانوس أن الحكومة فتحت المدارس الفنية والزراعية والتجارية والتوسع في الكليات لتنمية القدرات البشرية الدافعة للتطور والبناء. وأوضح ممثل الخريجين أن الدراسة النظرية والتطبيقية التي تلقوها لعامين تعتبر خطوة متقدمة في حياتهم وذلك لخدمة الوطن. قدم عمال مصنع حارينا للقوارب مبلغ 24 ألف نقفة لرعاية 4 أسر شهداء. وقال مدير مكتب إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر السيد دبسي سمره أن المبادرة النبيلة لعمال مصنع حارينا للقوارب تعكس قيم التكافل والتضامن والتعاضد للشعب الإريتري. وأوضح السيد تسفى ألم قبرزقي من عمال المصنع أن مساعدة أسر الشهداء واجب وطني ويريح الضمير. وذكر السيد عبد الله محمد أحمد والسيدة لتبران أبرهة اللذين تلقيا الدعم أن الدعم الشعبي والحكومي يعبر عن الفخر والاعتزاز بالشهداء وتنفيذ أمانة الشهيد. وشكر مبادرة عمال مصنع حارينا للقوارب. فاصل قصير ومن ثم نتواصل معكم في الحصيلة العالمية، فابقوا قريبا. شيع المئات من التركمان العراقيين في مدينة كركوك اليوم الأربعاء جنازة زعيم سياسي بارز اغتيل يوم أمس الثلاثاء في بلدة طوز خور ماتو جراء هجومين انتحاريين. ووقع الهجومان أثناء مظاهرات احتجاجية للتركمان ضد تقاعس الحكومة المركزية العراقية في حمايتهم. وأودى الهجومان إلى مقتل نائب رئيس جبهة تركمان العراق علي هاشم موتار أوغلو و7 آخرين. وقال شهود عيان أن الهجوم الأول وقع إثر تفجير انتحاري لنفسه وسط المتظاهرين، فيما وقع الانفجار الثاني أثناء محاولة إسعاف المصابين في الهجوم. هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها، علما أن بلدة طوز خور ماتو محل نزاع بين الأكراد والتركمان والعرب والشيعة والسنة بسبب وقوع البلدة في المناطق القريبة من مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق. عرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورا يوم أمس الثلاثاء حماية الجاسوس الأمريكي الهارب إدواردز أندرسون. وأوضح خلال تصريحات في هيئة استعداد بلاده منح أندرسون حق اللجوء السياسي لحمايته من مطاردة السلطات الأمريكية بتهمة تسريب لمعلومات عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على المواقع الرسمية للدول والمواقع الشخصية لمختلف دول العالم، إلى جانب التصنت للاتصالات الهاتفية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار مادورو إلى عدم تلقيهم لأي طلب رسمي من ساندونوس حول حق اللجوء السياسي بعد، مضيفا بأن حمايته يأتي ضمن القيم الإنسانية لدول أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي في حماية الضعفاء. يذكر بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الثلاثاء بأن الجاسوس الأمريكي ستودس لا يزال في مطار موسكو الدولي بعد قدومه بطائرة من جزيرة هونغ كونغ قبل يومين. أطلقت الشرطة التركية اليوم الأربعاء قنابل دخانية ومدافع المياه لتفريق المئات من المحتجين في وسط العاصمة أنقرة. وجاءت المظاهرات الجديدة في المدينة بعد سلسلة اعتقالات واسعة للشرطة في أوساط المحتجين يوم أمس بلغت 20 محتجا بعد إفراج السلطات الحكومية على شرطي متهم بقتل أحد المتظاهرين
مطلع هذا الشهر. كما شهدت مدينة اسطنبول يوم أمس الثلاثاء تضامنا مع المتظاهرين في أنقرة على إطلاق السراح الشرطي، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء بأنه تم الإفراج عن الشرطي حتى موعد محاكمته في القضية. يذكر بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 7 آخرين و500 آخرين بجراح خلال المظاهرات المناوئة للحكومة التركية منذ اندلاعها في شهر مايو الماضي، علما بأن الاحتجاجات بدأت بتنديد بخطة حكومية لتشييد عدة منشآت في ساحة العاصمة التاريخية ووسط مدينة اسطنبول قبل امتدادها إلى جميع مناطق البلاد خلال فترة وجيزة. أحرقت السلطات في تايلندا اليوم الأربعاء كمية 3 أطنان من المواد المخدرة على هامش إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وقالت أن المخدرات المتلفة تشمل على كمية كبيرة من الهيروين والكوكايين والحبوب المخدرة ضبطت في مختلف أنحاء البلاد منذ شهر يونيو من العام الماضي. وذكرت وزارة الصحة التي أشرفت على عملية إتلاف المواد المخدرة بأنها هدفت إلى زيادة الوعي العام حول أضرار المخدرات على الناحية الصحية بالدرجة الأولى. فيما صرح مسؤول أمني بازدياد عمليات تهريب المخدرات إلى بلاده من ميانمار المجاورة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية هناك خلال السنوات الأخيرة. يذكر ببدء الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات منذ عام 1987. أعلنت شركة إيطالية للكهرباء إنتاجها للكهرباء من أمواج تحت مياه البحر المتوسط في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، وأوضحت بأن التقنية الجديدة تقوم على وضع مولد متطور تحت مياه البحر يعمل من خلال آلة مكونة من جزئين، أحدهما خارق تحت المياه والآخر على سطح البحر لإنتاج أمواج تحت المياه بواسطة أزرع مرتبطة بجزيء آلي. وأشارت إلى إمكانية المولد إنتاج طاقة كهربائية بقوة 100 كيلووات كافية لإنارة 80 منزلا في مدينة بياسا الساحلية بجنوب البلاد، مضيفة بعزمها البدء في تزويد المستهلكين بالكهرباء منذ مطلع الشهر المقبل بعد اكتمال كافة التجارب على العمل. هذا ويعمل المولد الكهربائي تحت جميع الظروف المناخية على الرغم من قرقه في عمق 25 مترا تحت سطح البحر ضمن المساعي الدولية لاستقلال مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة. عرض في مدينة نيويورك الأمريكية يوم أمس أغلى سرير في العالم، حيث يبلغ سعره 175 ألف دولار أمريكي. وقالت الشركة المنتجة للسرير بأنه يعتبر تحفة فنية لصناعته يدويا من قبل خبراء في هذا المجال، موضحة بأن فرش السرير الفخم محشو من الصوف المنغولي الفاخر وشعر خيول أمريكا الجنوبية الشقراء، فيما صنعت الشراشف من الحرير الخالص. وأشارت إلى أن إعداد السرير الملكي استغرق مدة 700 ساعة عمل، مضيفة بأن النوم على السرير أشبه بحالة من الطفو على الماء، موضحة بأنها صنعت حتى الآن 60 سريرا فقط في العالم من هذا النوع الفاخر. فاصل قصير ومن ثم نتواصل معكم في الأخبار الرياضية. تنطلق مساء اليوم الأربعاء مباريات الدور النصف النهائي من بطولة كأس القارات الحالية المقامة بالبرازيل، ويجمع اللقاء الأول منتخب إسبانيا ضد منتخب إيطاليا في إعادة للمباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا للعام الماضي. ويسعى المنتخب الإيطالي للثأر من المنتخب الإسباني جراء خسارته المذلة حينها ب4 أهداف دون مقابل، فيما يطمح الإسبان إلى تأكيد جدارتهم للظفر بالبطولة القارية لأول مرة في مسيرتهم.
فيما يجمع اللقاء الثاني منتخب البرازيل المستضيف للبطولة مع منتخب الأوروغواي القوي، وسط استعدادات برازيلية كبيرة لإحراز اللقب استعدادا لمونديال السنة المقبلة.